يوم عن يوم بتأكد إنه الدنيا فانية، يوم عن يوم بتأكد إنه إحنا ممكن روحنا تطلع بلمح البصر، يوم عن يوم بتأكد إنه إحنا عابرين سبيل، ويوم عن يوم بتأكد إنه ما بناخد معنا ولا شي بس أعمالنا وشو كنا بنسوي في الدنيا مع رب العالمين ومع الناس فقط لا غير. اليوم إجا خبر مثل الصاعقة على كل المغاربة، في مؤثرة مغربية كانت حامل وبتستنى مولودها بفارغ الصبر وبكل فرحة، مع تجهيزات واحتفالات مثل ما كل وحدة بتفرح بجنينها الأول. مع الأسف يعني إجتها وعكة صحية على غفلة مما أدى لوفاتها. بيقولون إنه هي كانت بتعاني من مرض كورونا مما أدى لها الأزمة نفسية، راحت بحياتها مع الأسف إلى خالقها. هي والجنين تبعها ما قدروا يلحقوها، ما قدروا ينقذوا الجنين حتى معاها، فتوفت. يعني بس امبارح فرحانة بمولودها وبتجهز لحتى تشوفه في الحياة، واليوم هي وهو عن رب العالمين. الدنيا قصيرة، احنا بنشوفها طويلة وكل يوم بنصحى عنا عمر جديد. لازم نحمد رب العالمين إنه عطانا يوم ثاني لنتوب ونتقرب منه. في كثير ناس غافلين، بشوف كثير ناس يعني حتى الخوف من رب العالمين ما في. والله العظيم يا جماعة أنا كل شوي بخاف، بقول راح أموت، فهل يا ترى ربي راضي علي؟ هل يا ترى ربي بيحبني؟ ما بسوي شي غلط الحمد لله، لكن بضل فيك هذا الخوف من جوا. هل أنا يعني مسوية كل شي أوكي عشان أقابل رب العالمين؟ مع إنه الحمد لله علاقتي برب العالمين كويسة، لكن بيضل الخوف من جوا. في ناس ما تخاف من رب العالمين بس تسوي معاصي، كلام فاحش، ملح حرام، كتير 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 أشياء. والله العظيم والله ترى الدنيا فايتة والدنيا فانية. اليوم أنا بحكي معاكم، بكرة ممكن أموت، ويمكن يكون هذا آخر فيديو بصوره ليكم. الأعمار بيد الله تعالى، وترى المرض بس سبب، لأنه أجلها خلص ورب العالمين كان كاتب لها إنه هي تموت في هذاك اليوم، في هذا اليوم وفي هذيك الدقيقة وفي هذيك الساعة. مكتوب لها تموت حامل، ومكتوب لجنينها ما يجي على الحياة وكل شيء. لكن يعني أهلها طلعوا ناس محترمين وبيخافون رب العالمين. أول ما توفت شالوا فيديوهاتها من اليوتيوب، لأنه كانت يوتيوبر، بيمسحوا فيديوهاتها على التيك توك على الانستغرام. لكن في ناس بس تحب تسوي بوز على ولا شيء، يعني تروحون للجنازة وتصورونها وتحطونها، مع إنه أهل البنت المتوفية مو حابين يعلنوا على ولا شيء، مخلين معاناتهم ومأساتهم لنفسهم، وتروحون للجنازة على أساس إنكم بتعزون وتصورون وتحطون فيديوهات عشان بس تطلعون الريتش أو تربحون فلوس على ظهر الجنازة. ترى عيب وعار، والله العظيم عيب. والصفحات اللي جالسة تحط دخلت تولد وطلعت ميتة، جنين عايش وهي ماتت، وأهلها ما يقولون هالشي. اتقوا الله، اتقوا الله واحترموا خصوصية الموتى. ترى حتى الموت صار فيها يعني بوز، صار فيكم تطلعوا فلوس على ظهرهم. اتقوا الله يا جماعة. يعني أهلها مسحوا كل السيئات الجارية اللي كانت بتسويها بالميك اب والموسيقى، وانتوا بعد بترجعون تنشرونها. حرام عليكم، بالعكس المفروض ما تنشرون ولا شيء ولا شيء يا جماعة. أنا ما كنت بعرفها، دخلت لقيت الناس بتقول إنه فلانة ماتت فلانة ماتت، كتبت اسمها لأنه كانوا مسويين طاق على الانستغرام، طلع لي برايفت اكاونت، رحت على التيك توك كتبت نفس اليوزر، شفت فيديوهاتها، ترحمت عليها وما نشرت ولا شيء. سويت فيديو بحكي فيه بترحم عليها هي وأمي وجدتي وأخونا هشام الله يرحمه. فعيب وعار يا جماعة، أقسم بالله عيب وعار إن أنتوا تستغلوا جنازة على قدها وعلى كبرها عشان تطلعوا وتسووا بز. أنا الفيديو اللي هلأ اللي بحكي فيه مو عشان شي، أنا أوريدي ماني مشهورة ولا شي، لكن بس بذكر الناس إنه اليوم الدنيا وبكرة الآخرة. علاقتكم برب العالمين ضروري تكون كويسة، ولا أحد ليه حق يتدخل فيها، لأنه لما تحشرون ما أحد راح يكون معاكم.
رب العالمين اللي ليه حق إنه يحاسبكم. والله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. كل يوم بتكتر أخبار الموت صراحة. كنا عم نسأل نفسنا إحنا بعد الدور علينا، إحنا بعد الدور علينا، إحنا بعد الدور علينا. كل واحد عنده وقت رح يموت فيه، فمن الحين نسوي شي نؤجر عليه، نسوي شي يكون صدقة جارية علينا لما نموت. أنا شخصيا أنا بخاف كتير من رب العالمين، وبحاول أحسن من نفسي شوي شوي، وليش لا إن شاء الله رب العالمين يكمل علي، وإن شاء الله إن شاء الله أصير أصير من الصالحين، وأصير من الناس يعني ليش لا المنقبات، ليش لا، لو رب العالمين جاد علي ويعني وصار عندي مصدر رزقي الخاص وهيك، يعني والله العظيم أنا بتنقب بكتر ما إني بخاف من رب العالمين. والله العظيم يا جماعة بخاف من يوم الحساب، بخاف. الناس بيقولوا لي ترى حتى الخوف اللي زارع رب العالمين في قلبك هذا بعد دليل على حب الله لك. ولو يعني حاسة إني مقصرة، يعني ماني متقربة كتير لرب العالمين، ما بصلي النوافل، يعني بس الفرائض فقط لا غير. حابة أتقرب من رب العالمين بالسنة بالنوافل، حابة أتصدق كتير، حابة أسوي خير، حابة أسوي كتير أشياء بحياتي. أتمنى من رب العالمين إنه يوفقني للطريق الصحيح، وأتمنى من رب العالمين يجبر بخاطري ويسامحني إذا كنت غلطانة بشي، ويرحم أمي يا رب العالمين في هذا اليوم المبارك، ويرحم أختنا عبير اللي توفت يا رب العالمين. بتمنى من أي واحد يشوف هالفيديو يدعي معاها بالرحمة والمغفرة. ماتت وهي حامل مسكينة، الله يصبر عيلتها ويصبر زوجها وأمها وكل عيلتها يا رب العالمين، والله يلحقنا بيهم مؤمنين مسلمين صالحين يا رب العالمين، ونتقابل وياهم في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. ما بناخد معنا شي، ولا مال ولا جاه ولا أي شي، أعمالنا فقط اللي بناخد ويانا. يكذب عليكم اللي يقولكم بناخد معنا شي، أقسم بالله يا جماعة. نحاول نسوي خير على قد ما نقدر، ونتقرب من رب العالمين على قد ما نقدر. إحنا الحين في شهور مباركة، في شهور رب العالمين بيقبل فيها التوبة ويقبل فيها الدعاء ويقبل فيها أي شي، فالله يتقبلنا يا رب، ويتقبل صلاتنا وصدقاتنا وأعمالنا الصالحة ونيتنا الصالحة بحياتنا يا رب العالمين. واكتبوا لي شيئا تؤجرون عليه في الكومنتات، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وبتمنى تدعوا لكل أمواتنا بالرحمة والمغفرة يا رب العالمين، ويثبتنا. أنا بتمنى من رب العالمين يثبتني على الدين، اللهم ثبتني على الدين يا أرحم الراحمين. والله العظيم يا جماعة أنا حابة أكون بيرفكت في الدين، بتمنى من رب العالمين إنه يساعدني وياخد بإيدي ويتقبل صلاتنا ودعواتنا يا أرحم الراحمين. وادعوا لكل موتانا بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، ويعطيهم رب العالمين جنات الفردوس يا أرحم الراحمين مع الشهداء والصالحين. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأستودعكم الله. السلام عليكم.